في مدينة بألمانيا الشرطة كانت بتدور على سارق دخل محل وسرق حاجات غالية وطلع يجري. أثناء الهروب السارق دخل شارع ضيق جدا، لكن فجأة وقف واتقبض عليه. ليه؟ لأن كلب بوليسي كان مربوط في عمود في آخر الشارع. بس الغريب إن الكلب مش من الشرطة، ده كلب واحد سايبه صاحبه قدام محل بيتسوق فيه. الكلب أول ما شاف السارق جاي عليه جري، افتكر إنه بيلعب معاه، فبدأ ينط عليه ويشد هدومه. الراجل اتزنق واتوتر، وده خلى الناس تلاحظ، فاتصلوا بالشرطة والشرطة جت وقبضت عليه. ولما سألوه في التحقيق ليه وقف، قال: أنا افتكرت الكلب مدرب وكنت خايف يعضني، ما كنتش أعرف إنه مجرد كلب فاضي مستني صاحبه. اللطيف إن الكلب أخد هدية من الشرطة، لعبة عظم كبيرة وشهادة شكر. ولو أنت مؤمن بالله اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو واكتب في التعليقات: استغفر الله العظيم.